السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشوني جدا جدا جدا. يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة هعمل لكم فيديو كده ايه، هو مختلف شوية عن الفيديوهات اللي فاتت. خرجنا عن موضوع الاكل وكده، دخلنا في حاجة تانية ومهمة جدا ومهمة جدا في كل بيت بصراحة يعني، وتوفير، والدنيا غالية وكده، فاحنا بنحاول نوفر في بيوتنا على قد ما نقدر. هنعمل النهاردة أكياس للخداديات من الملايات القديمة اللي عندنا. مش ملاية مهرية يعني، بتبقى مثلا مقطوعة من النص كده. زي ما انتم شايفين كده. بصي عملت كام كيس اهم قبل الفيديو، وهوريكم ان شاء الله ايه بيتعملوا ازاي. حاجة سهلة جدا. انا بجيب الملاية مثلا اللي اتهرت من النص، مطرح بقى فرك العيال وكده في السرير، فالملاية طبعا ايه ممكن تتهري من النص كده، تتقطع فيها قطع من الجنب، فيها قطع من النص. مش هنرميها، استغليها، ده الدنيا غالية والحاجة غالية جدا، وقطقم السراير بقت نار، وكل حاجة بصراحة بقت غالية أوي. فاستغلي كل حاجة في بيتك، ما ترميش حاجة. اعمليها زي ما انت عايزة. اعمليها كيس مخدة، اعمليها كيس خدادية، اعمليها زي ما انت عايزة، اعمليها ستارة. ما لو لون حلو كده في ملاية، ممكن تعمليها ستارة صغيرة على شباك صغير كده يعني. وهقولك ان شاء الله كده نسمي بالله، وهقولك نعمل ايه. مثلا اهي جبتلك ملاية اهي، اهي كانت بتاع سرير اطفال زي ما انتم شايفين كده، رسومات اطفال عليها، واتهرت من النص اهو. يعني بص الحتة اللي في النص عاملة ازاي، بص مهرية اهي. طبعا الحاجات دي انا بستغلها بصراحة، ما برميش حاجة، بقعد ركنها كده شوية لحد ما افكر لها فكرة. والفكرة بصراحة بتيجي معايا كويسة يعني، وحلوة وموفرة جدا اهو. شايفين بص الملاية مقطوعة ازاي، الخطاطية دايبة يعني، تعتبر مش دايبة. عشان القطع ده يعني بص خلاص في نص الملاية كده أي بالظبط. مراية عندك بالشكل ده فانا هستغل أهي الاطراف دلوقتي بتاعت الملاية، أهي بتبقى ماسكة نفسها مش وجامدة. هنرمي ولا لكن نعمل الحتة اللي في النص زي ما شفت كده. كده، دي بتبقى دايبة. أهي المراية كلها عندنا بص فهنستغنى عن هنا الجزء كده اللي في النص أهي ده، وناخد الحتة دي كلها الطروف، كده مفيهاش حاجة. الأطراف بتاعت الملاية، إذا كان من نخلي الطول أو ده من كده العرض، ناخد ونستغلها السليم ونعملها إن وناخد شاء كل الله حاجة النهاردة إيه، ونبتدي أكياس نعمله خداديات. كيس زي ما انتوا مخدة. عارفين كده دلوقتي. كده مثلا ناخد أكياس الجزء ده كده الخداديات هي دلوقتي مغطية، قصدي أهي الخدادية دلوقتي مغطية على على الرؤوس الإيه، بتاعته على المخدات الكبيرة. مبقاش حد يستعمل المخدات الكبيرة دلوقتي، كل واحد بيبقى حر ومستقل بذاته بقى بالايه، بالخدادية بتاعته بينام عليها لوحده. كده طرف وده أهو الصح يعني بصراحة. بتاع المراية اهو طرف أهو هنبتدي بقى ايه، اخد الطرف، نعمله كده بصي اهو خدت ونفرده الطرف السليم، نفرد عندنا كده واجيب مقاس أهو الخدادية اللي عندي. شوفي مقاس الخدادية اللي عندك قد ايه، ممكن تبقى كبيرة، ممكن تبقى وسط، ممكن تبقى رفيعة. نقيس ايه المهم تاخدي طول مقاس الخدادية العرض اللي عندك قد ايه. المزورة اهو بتاعتنا بص انا خدت نقيس الطرف بيها اهو، طرف الملاية. انت بص جديد ازاي، أهو مفيهوش اي كده حاجة. على جبت قد ايه المزورة عندي حجم اهي، المخدة اللي عندك المزورة دي موجودة الخدادية في اللي كل عندك بيت. الخدادية هجيب عندنا يعني رحت الوقت اجيب مقاس الخدادية اهي بتاعتي اهو. انا جبت الخدادية اهي الخدادية كلها اهي اهي، وهاخد المقاس بتاعها طول وعرض نقيسها كده اهو. نشوف شايفين ايه كده عندنا اهو اهي الطول بتاعها قد كده ايه اهو. ابين قدامكم كل حاجة، اهو وهوريكم الطول بتاعها بالظبط اهو. كده بص من الطرف للطرف، ها طلعت طولها كام؟ هقول لك اهي 5 اهو. طلعت كام؟ بصي بصي كده طولها قدامنا كام اهي، طلعت 5 خمسة خمسة وستين. وستين طول طول الخدادية بتاعتنا خمسة 65، وستين في أكبر وفي أقل، عشان كده بقولك قيس الخدادية بس بتاعتك. نشوف طلع بقى خمسة العرض وستين بتاعها عرض ده المخدة الطول بالظبط. احنا بنقيس قد دلوقتي ايه هنزود لسه، اهو هنزود عشان الخياطة، عشان الحتة تبقى اهو أطول شوية في الخدادية، عشان ما تبقاش الخدادية باينة من الكيس قوي. بنطول حتة نعمل كام اهو ونشوف العرض قد ايه. كده عرض عرض الخدادية من الخياطة للخياطة، اتنين يعني حاولي تاخدي من بصي الخياطة اتنين للخياطة اللي في وأربعين الجنب. طلع اهو العرض عندي كده 42. 65 اتنين هزود برضو وأربعين ايه،
هزود 2 سنتي من هنا و2 سنتي من هنا عشان برضو الخياطة. بس في الطول هزود شوية، طول 5 هزود على 65 دي هزود عليه 10 سنتي، 5 هتبقى 75. 60 ال10 سنتي ليه 5 سنتي؟ عشان الخياطة من ناحيتين، من فوق ومن والخمسة تحت. سنتي الزيادة تبقوا زيادة بعد ما 5 تلبسي سنتي الخدادية يبقى في زيادة. حتة زيادة بره هتخليها إيه؟ تبقى مدارية مثلا 70. الخدادية. ممكن تدخليها بعد ما حتة تلبسي زيادة الخدادية فوق تدخليها الخدادية بإيدك كده جوه 5 الخدادية سنتي. فتداري يبقى عندنا الخدادية إيه؟ بتاعتك من الطرف من المفتوح. 65 هنزود 10 سنتي في الطول. اه انا بقيس اهو تاني على القماش. نزود 10 سنتي 65 هزود الطول عليهم ونعلم بالقلم. 10 سنتي في الطول. في الطول زودي 10 سنتي، 10 5 سنتي في للخياطة وخمسة أوريها زيادة زي لكم ما برضه قلتلك أشد كده كده. عشان تداري الخدادية. اه انا بحاول بس اجيب أعلم كده الكاميرا قدامكم، تجيب تبقى كل حاجة قدامكم كده. المقاس كله قلنا على الطول قد ما اقدر يعني. 65 نزود 10 سنتي شايفين؟ خياطة من هنا وخياطة من هنا، ونسيب حتة من فوق الخدادية متبقاش على قد شايفين الطول المنظر؟ بالظبط. شايفين كده اهي 5 خليتها كام؟ 75 المقاس 5 يعني زودت 10 سنتي و70. وأقل من زودت هنا. 10 سنتي زي ما قلتلك، خلاص وازود نيجي بقى في العرض حوالي بتاع 4 سنتي في الخدادية. العرض، بدل ما 42 ابقى العرض 44. قلنا كام؟ واعلم برضو بالقلم عشان لما اجي اقص 40. اقص ايه هنزود برضو ايه 4 سنتي خلاص كده. خياطة 2 من هنا معلش و2 من الإيه؟ هنا. انا ماشي معاك واحده واحده، مش هينفع اسرع الفيديو عشان كل نقطه 42 تبان قدامك هنزود بالظبط. عليهم كام؟ اهو 42 عند 4 صباعي اهو، سنتي. هزود 4 زود إيه؟ سنتي 6 يبقى 44. وعلمت بالقلم بالقلم. عند 44 اعلم قلنا بالقلم بالقلم اهو. عشان عند بص. عند العلامة بقى دي إيه؟ هقص بالمقص. هنتني القماش يبقى عندي بتاعنا 2 سنتي زيادة، 2 من هنا و2 من هنا اللي هم مقاس ايه الخياطة. خلاص ابتدي بقى اقص، اخد القماش بقى مجوز، يعني اخدت دلوقتي المقاس على طرف حتة من كده. الملاية، اخد شوف هنا طرف من هنا. تاني يكون مش كده. دايب، يكون سليم، نتني ورا واروح ايه حتى لو هقص طرف خلاص. طرف، يبقى يعني هنعملها اقص ايه؟ الناحية دي من الطرف نتني اللي هو ونخليها اللي ماسك إيه؟ نفسه، مجوز والناحية التانية اقصها برضه كده. من طرف تاني يكون ايه القماشة العلامة اهي. بتاعته جنبي. شايفين اهي بصي العلامة اهي العلامة اهي اللي بتاعت هقص القلم عندها. اهي. كل حاجة هو اوريها لك بالراحة نتني كده خالص، من عندها انا ما كده. بسرعش الفيديو، ونعمل انا ماشية معاكي واحدة واحدة. جزء تاني معلش هو الفيديو عشان هيبقى تبقى طويل ايه شوية بس ورا معلش وقدام. انا عايزة كل معلومة توصلك، اهي عشان في ناس رقينا اهو. حتى ما بتعرفش تمسك الابرة. الطول برضو مش هتبقى كل الناس ايه طبعا، رقيق. في هنقص بنات بقى طول ما ونقص بتعرفش تمسك عرض الابرة، في العلامات اللي احنا ستات ما عملناها. بتعرفش تمسك الابرة وهوريكم او بعد ما تعرف تقص تبقى تستغل شكلها قماش ايه. ده كده. اهي خلاص واحدة جاهزة اهي. انا قطعت كيس تقصها وجبت قبل الكيس كده التاني اللي واخدة انا كنت المقاسات قطعاه بالظبط. من ملاية تانية عشان بس واخدة ايه المقاسات اهي. ما نضيعش وقت في القص وكده. انا وريتك ازاي تعلمي، وده انا كنت قصاه من قبل الايه برضو من ملاية تانية نبتدي نخيطها اهو. كده. خيط كده شايفين قصاه نخيط كده. مظبوط اهو. هنخيط طول من وعرض، الناحية ايه تبقى مفتوح عشان نقدر وهوريكم نلبسها دلوقتي ايه. ايه الخياطة الكيس. بتمشي ازاي. عايز اوريكم ازاي الخياطة بقى على تخيطي على الايد تبقى ايدك. شكلها ايه. عندكش مكنة الدنيا مش هتقف. طب انا عندي مكنة على فكرة والله، بس انا مش عايزة استغلها دلوقتي عشان مش كل الناس عندها مكنة. عندي مكنة من اللي هي وادي الضهر. زمان دي القديمة دي بس شغالة. نشتغل على ايه. بس انا عايزة اوريكم إيه حاجة الناس كلها استفاد منها. اللي عندها مكنة اول ما عندهاش مكنة عندها مكنة خلاص بتعرف تخيط على المكنة. اللي ما عندهاش مكنة بقى زي ما انتم شايفين كده اعلمك تخيطي على الايد غرزة المكنة. انا امشي معاكم كده واحدة خيط واحدة. ازاي على الايد وتبقى خياطة ادي الطرف زيها زي خياطة اللي المكنة هنقفله بالظبط. اللي زي بالعرض، خياطة والطرف المكنة التاني اللي بالظبط. قصاده اللي بالعرض هنبتدي مش هيتقفل. الإبرة ملضومة بتاعتنا خيط اهو. هنقفل الطرف اللي بالعرض الاول إبرة اهي. اهو زي ما انت شايفة كده، شايفين؟ وهوريك ايه الإبرة تمسكي الابرة بتاعتنا اهي ازاي. ملضومة بخيط. طبعا لضم الابرة ده كده مش أهو. مشكلة، ازاي تمسكي الابرة. زي ما انتوا تمسكي شايفين الابرة كده. اهي وعملت الخيط مجوز
وعقدته من تحت، ابتدي امسك الطرف ونبتدي على ناخد الطرف كده الطرف بتاع اهو. القماشة بتاعتنا، ابتدي ايه الطرف اللي هيتاخد اعمل الفتلة من تحت، اهو، وعقد بس اعقدها كده زي ما انتم هي شايفين. معقودة، بس بقت هزود كده. عليها عقدة تاني بص عشان ايه، بتلف كده اضمن اللفة ان كده هي على مش صباعك هتفك. كده بتلف اهو. الخيط تروحي لفة واحدة على برماها صباعك كده، كده، تبرمي كده وتروحي اهي. برمة بصباعك شايفين التاني، اهي، شايفين؟ وتروحي جايبة ابرمي كده الخيط على وشدها كده. بعضه، وبعد كده طبعا بتروحي سهلة شدها، جدا، العقدة اهي هيديك عقدة على بتتعمل طول اهي. كده. ايه، عمره ما هيفك نبتدي معاكي بقى أول خالص غرزة خالص. نعمل ايه؟ ابتدي بقى بسم نخيط، الله. تاخدي الغرزة بقى هنعمل من كده، فوق، تاخديها من الإبرة تحت اهي اللي من يعجبك، فوق أو من من تحت اي مش مكان مشكلة مش خالص. مشكلة خالص. المهم ان احنا نبتدي ايه، كده ناخد من هنبتدي الطرف الخياطة كده، نسمي بالله اهو. اي حاجة تعمليها اهو. طبعا تسمي بالله اهو. شايفين اهو. ونعيد على الطرف تاني عشان دخلت ايه الابرة اهي يبقى مرتين على جامد ما الطرف، يفكش اهو. عدتها مرتين عشان الطرف ده الطرف عدت مهم ما عليه ايه يفكش معانا، مرتين عشان تحسي ان اهو. انتي الخياطة شايفين بتاعتك جامدة، عايز اقرب لكم تضمني شوية انها اهو. جامدة معاكي ما اهو. تفكش، عشان طبعا هنيجي الحاجات دي بره بتخش عاملين في ايه، غسالات بص كده وكده، بايدي بقى وانا بعمل فلازم الغرز. الخياطة اللي انت تعمليها احط تبقى الغرزة جامدة. كده هنبتدي بقى نعمل كده، ايه، نزليها كده الغرز لتحت اهي الابرة بتاعتنا اهي. اهو. شايفة شايفين الابرة تروحي من فوق كده مطلعاها لتحت ورجعها تاني للوش اهو. اللي كان في ايدك خلي بالك اهو. بس على صباعك وانت اهو. بتخيطي، شايفين اهو. وانت بتدخلي الابرة تروحي مرجعاها وبتطلعيها كده اهو. اهو. وتروحي خلاص كده، شدها كده. بص بسحبها ازاي بقت عندنا ايه عشان ما تجيش الغرزة في ضفر، باينة تجيش في من صباعي، تحت فانا اهي، بخلي من الابرة تحت تطلع من ومن فوق هنا ضفر الكبير كده مفيش زي ما انت شايفة. انا اهو. ماسكة القماش بصباعي الكبير، هنروح جايين وبروح نرجع على مطلعة الغرزة الابرة الأولانية تاني، من فوق ونروح صباعي عاملين كده. مش من ترجعي على تحت، عشان الغرزة تاني، الطرف اللي ايه، طلعناه هتشكني. ترجعي بروح تاني مرة جايباها تانية، ومطلعها من فوق وتروحي ضفر عاملة كده غرزة فوق. تانية بصي اهو. شايفة فين، اهو شايفة انا الابرة بقرب لكم طالعة على قد منين، ما بصي بقدر فوق ضفري اهو. اهي، شايفين شايفين اهو. اهي. واروح ونعمل ساحبة كده الابرة بايدي التانية. يعني اهو. حاجة سهلة بصراحة، مش غرزة مدلعة ولا ترجعي حاجة. تاني، بنرجع تاني على الغرزة الأولانية خلاص انا بعمل اهي. لك غرزة ونروح مطلعين المكنة على بعد ايدي، الفتلة اللي طلعناها اوريك دي بتتعمل ازاي، بس اهي، عشان ده خيط ابيض نطلع بعديها فهو مش بغرزة، باين قوي يعني. غرزة على قد ما تقدري، انا هحاول ما دلوقتي ايه، تكبريهاش قوي اهو. اجيب لك اهو شايفين خيط بص الإبرة اهي ملون من ورا اهي. او غامق شوية شايفين فين عشان اهي يبين الإبرة الايه. اهي انا بحاول اهي. بس ببينها بص لك ماشية اهي ازاي، الغرزة بتمشي ازاي بعد الغرزة اللي اهو. خدناها بعديها بحتة كده، بتعيدي عليها تروحي مرتين مطلعاها كده تديكي غرزة ايه، تاني من غرزة قدام، المكنة. وتروحي شادة طبعا الفتلة ده كده خيط ابيض فمش باين وهكذا بصراحة. انا مش اهي. مقتنعة ان انا ايه، عملتلكوا ان انت كذا واحدة شايفة اهو حاجة دلوقتي في الفيديو هتقولي اهو ان مش شايفة حاجة، الخيط ابيض اهو. والقماش فاتح فمش باين. انا هجيب لك خيط شايفين دلوقتي غامق، كنت عايز اعمل لكم الغرزة دي وهشرح لك برضو بخيط على غامق حتة قماشة في ايه فاتحة عشان يبان معانا، عشان تبان الغرزة. ونعمل كده. بس انا بعمل كام غرزة اهو اوريكم الاول، الغرزة دي في حتة على قماشة لو بره، عايزة تبقى باينة وبعد قدامك كده نكمل اهو. بقية الخياطة شايفين بتاعة الكيس بتاعنا. هجيب لكم اهو. خيط انا هركنها دلوقتي على ملون جنب وابتدي اجيب وقماش فاتح عشان اوريكم الغرزة بتمشي ازاي. خيط تاني وقماشة تانية. جبت خيط احمر تاني اهو، عشان ايه يبان في الايه في الفاتح ان الابيض مش باين اهو. ابتدي ايه اعقد الفتلة الاول كده على صباعي كده، ببرم كده بصي اهي. شايفين برمت ازاي، وبروح شداها بقى كده تروح مدياني العقد اهي. شايفين اهو. خلاص اهو. شدها كده. عندي قماشة اهي، دي حتة قماشة فاتحة اهي، عايزة اوريكم الغرزة بتمشي ازاي. ابتدينا اهي نسمي بالله اهي، ابتدينا هعملها على كبير شوية عشان ايه تبان قدامكم. بصي كده اهي، دخلت الابرة طلعت من الناحية التانية اهي، همشيها كده اهو. شايفين مشيتها كده، ادي ايه غرزة عادية خالص، وطلع الفتلة اهي الغرزة اهي. شايفين اهي، وهنا الغرزة هنا باينة اهي، وهنا من عند العقدة اهي مفيش، الخيط مش باين،
فانا عايزه اخليها زي خياطه المكنه بالظبط. برجع لحد العقده تاني اللي انا عملتها اهي، برجع بالابره من عند العقده بالظبط، واروح منزلها لتحت تاني، وبروح عامله كده ممشيها كده. وشايفين الابره اهي اهي هتعدي الغرزه الاولانيه، هنعديها بمقدار قدها بالظبط اهي. شايفين الابره فين اهي بعد الغرزه اهي الحمراء زي ما شايفين اهي اهي. بعديها بنفس المسافة بتاعت الغرزة، بنفس المسافة، وبروح مطلعاها من ناحية ايه، من الناحية التانية، واروح شادة الفتلة. نفس الحكاية هنا مفيش غرزة اهي، شايفين مفيش، اهي فاضية، وهنا الغرزة موجودة. لا انا برضو ارجع تاني عند الغرزة الاولانية اهي. عايزة اقرب لكم كمان، بصي اهي شايفين اهي. برجع كده نفس الحكاية اللي حصلت المرة اللي فاتت. بعد الغرزة اللي موجودة اهي بروح جاية ومطلعة الفتلة، بتطلع بعد الفتلة اهي. الفتلة اهي في النص، فتلة اهي اهي، خيطة في النص ما بين دخول الإبرة من هنا وخروجها من هنا. الخيط بتاعنا اللي هو الأولاني ده في النص بالظبط اهي. طالعة منين اهو الإبرة اهي، والغرزة اهي، والخيط اهو في النص، واروح مطلعاها كده تاني. بس شفتها بس كويس. هنبتدي نعمل واحدة تاني عشان ايه ابينها لكم اكتر. اعملي كده، هتنزلي عند سن الحرف الغرزة اللي عملناه اهي، عند الحرف بالظبط نفس الغرزة كده، تروحي مدخلة فيها ايه الإبرة، وتروحي مطلعاها بمسافة غرزة بعد الفتلة بالظبط اهي. شايفين الإبرة اهي، سن الإبرة طالع اهو، وادي الخيط بتاعنا اهو اللي بنخيط بيه، وادي الغرزة اللي قبل كده دي في النص. الغرزة دي تبقى الخيط ده يبقى في النص اهو، ونروح عاملين كده. شايفين بقت عاملة زي غرزة المكنة ازاي اهي، شايفة اهي مفيش فراغات خالص. وهكذا ونكمل واحدة كمان اهو، ونطلعها بعد الغرزة اللي تحت، وبرضو الخيط يبقى في النص اهي، في النص اهي ما بين حرف الإبرة اللي طالع والغرزة القديمة، الغرزة اللي قبلها، ونروح مطلعين وشادين الخيط كده اهي. بسم الله ما شاء الله. بصي تحس ان هي خياطة مكنة اهي. اقرب لكم اهي، شايفين غرز، تحس ان هي خياطة مكنة بالظبط. واحدة كمان اهو، معلش اتفرجي ايه على الحتة دي كويس اهو. نفس القصة، طلعنا الإبرة بعد الخيط بتاعنا اللي هو اهو الأساسي بتاعنا، هو اللي طالع من القماش اهو. إبرة اهي، والغرزة القديمة اهي اللي دخلنا فيها الإبرة، بتدخلي فيها اهو. بس حرف الإبرة اهو، مؤخرة الإبرة وبداية الإبرة، والخيط في النص اهو، وتروحي عاملة كده طلعها برضو كده، وهكذا تعملي واحدة تاني كده وكده، وتروح عاملة كده، تروح ايه طالعة معاكي كده في منتهى الجمال وفي منتهى البساطة، وخياطتك تبقى جامدة جدا. انا عندي مكنة بس انا ايه حبيت اوريكم الغرزة على الايد بتبقى شكل الغرزة، عشان في ناس كتير ما عندهاش مكنة، فتعملي خياطة المكنة على ايدك عادي خالص اهي. شايفين اهي. عايزة اوريكم بقى ايه المنظر. اظبطي بس الخيط بتاعك وتشديه حلو اظبطي كده الغرزة. بصي بقى المنظر اهو، شايفين الخيطة اهي،
دي مش بذمتكم زي خياطة المكنة بالظبط اهي. اهي عمالة اقربها اهي كمان اهي. من ورا بقى دي اللي هتعملي الظهر، برضو مش باين اي حاجة، مفيش فراغات بين كل غرزة والتانية. من هنا من الظهر ومن الوش اهو. اهو بقت خياطة مكنة بالظبط، وتبقى جامدة جدا جدا جدا. هنعمل بقى الغرز بتاعتنا في المخدات اللي عملناها او الخداديات، وبعد ما اخلص هوريها لكم. عايزة بقى تسهلي على نفسك الخياطة، ما تقعديش تعملي غرزة وعليها غرزة وتضيعي وقت. بصي ادي الغرزة اللي قلتلك عليها اهي. تعملي الغرزة السريعة بقى هوريها لك. الغرزة السريعة برضو تبقى حلوة ومتينة، مفيش مشكلة خالص طول ما انت بتخيطي على ايدك اهي. هنعمل كده ادي طرف، نعتبر ده طرف الخيط عندنا اهو. خلاص ننسى بقى الغرزة الاولانية اللي عملناها، خلاص دي حاجة ودي حاجة تانية اهو. شايفين بحط بمقدار غرزة بالظبط، يعني بتاعت مثلا ملي كده. بصي اهي، وبتروحي مطلعاها نفس المسافة الابرة اهي. شايفين بنفس المسافة، وتنزليها نفس المسافة، وتطلعيها نفس المسافة. الخيطة العادية بتاعتنا خالص خالص البدائية، بس تحاولي تعملي غرز صغيرة عشان تبقى ايه جامدة معاك. هنفضل طالعين نازلين كده. بصي هننزل تحت وانت الابرة في ايدك ما تسيبهاش. احنا مش هنعمل غرزة غرزة بقى، دي هتبقى اسرع شوية. بصي اهي ننزل الابرة. في ناس اصلا يعني ناس اصلا ما شاء الله بتخيط حلو، بتعرف تعمل غرز. في ناس ما بتعرفش حتى تمسك الابرة. فانا بوري اللي حبايبي اللي هم ايه ما بيعرفوش حتى يمسكوا الابرة. فدي للناس اللي ايه اللي بقول لكم عليها، اللي لسه بتتعلم حاجه اسمها خياطه اهو. شايفين طالعه كده وانزل بنفس المسافه واطلع كده. اعملي كذا واحده ورا بعض. الابره اهي في ايدي اهي ورا اهي. شايفين اهي الابره اهي، حرف الابره من تحت اهي، وانا برضو ماشيه. اعملي كذا غرزه عشان ما تعمليش غرزه غرزه وتضيعي وقت. بصي اهي شايفين بنزلها لتحت واطلعها لفوق. عايزة اقربها لكم كمان اهي، بنزلها لتحت واطلعها لفوق كده. واروح بقى ايه اقول كفايه كده، اروح شاده بقى الابره. شايفين اهو، شايفه اهي تتشد معايا. شايفين اهي بتبان الغرز معانا اهي 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 اهي. بص الابره اهي في ايدي اهي، الابره اهي. خلاص شدي بقى الخيط بتاعك اهو، الحرف الاولاني اهو، وادي الابره اهي. وتشدي اهو، تشدي كده من الابره، ابره تشدي كده. بص بتتشد معانا بسهوله ازاي اهي لحد الاخر اهي. بصي بقى منظر تحفه. بصي الغرز كلها قد بعضها بالظبط ازاي، بدل ما تعملي غرزه كل دي مره واحده بالابره. بصي المسافه قد ايه من اول هنا لحد هنا اهو. بصي كام غرزه اتعملوا مره واحده. بصي دي بقى بتسعفك شويه، يعني ايه ما عندكش وقت ان انت تعملي الغرز اللي هي الاولانيه اللي وريتها لك دي، فتعملي دي برضو هتبقى حلوه وجامده. طول ما الخيط نوعه حلو هتبقى ماشيه معاكي برضو ايه، هتبقى ماشيه معاكي حلو اهي. غرز اهي ومن ورا اهي نفس الشكل بالظبط. الغرز اللي هنا هتبقى زي اللي هنا اهو. شايفين المنظر اهو. عرفت انا بعمل ايه؟ اعملها لكم كمان مره، نعملها كمان مره. ادي الابره اهي، الابره اهي، وادي الخيط القماش بتاعنا. نيجي عند اخر غرزه ونروح عاملين نفس المسافه، غرزه صغنطوطه كده تمشي معاكي كده اهو. نمشي كده غرزه غرزه اهو. يا رب تكون بس باينه اوي في التصوير اهو. شايفين بص الابره اهي، الابره عامله غرز اهي. اوريها لكم برضو دلوقتي قبل ما اشد الخيط.
بعد ما اعملها كلها املاها بالخيط، املاها بالقماش الاول قبل ما اشد الخيط. غرزة كده، طالعة نازلة، نازلة لتحت، وبعدين طالعة لفوق ونازلة لتحت، طالعة لفوق. بص هوريكي منظر الإبرة قبل ما الخيط يتشد. بصي بتبقى عاملة كشكشة ازاي، اهي اهي الإبرة اهي، شايفين باينة اهي جوه اهي. بشد كده، انا عايزة اوريكم الإبرة الأول جوه قبل ما اشد الخيط. بصي الإبرة اهي، بصي الإبرة اهي، لسه مشدناش الخيط اهي. شفت الإبرة مدية نفس شكل الغرز الأولانية اهي اهي. بتيجي بقى تروحي شادة الإبرة من الحرف كده، تاخدي الحرف ده ونروح شادين كده معانا، شد الخيط بتاعنا اهو الطرف، وتروحي شادة الحرف من الحرف الإبرة كده، وتشد كده. سحبت الإبرة اهو، نسحب الإبرة بالخيط ونعمل كده ونعمل كده لحد آخر حتة في الخيط بتاعنا الأساسي اللي في الأول. اديناكي برضو اهي حبة كمان اهو. بصي عملنا شوية حلوين اهو اهو. بصي قد ايه من اول الغرز القديمة، من اول الغرز القديمة. بصي ماشيين كده قد ايه. بصي طبعا الغرز دي مش كبيرة عشان انا مقربة القماش قوي على الكاميرا، فباينة ان هي كبيرة بس هي مش كبيرة اهو. شفتي ماشية ازاي؟ يا رب تكوني ايه خدت بالك من كل نقطة انا بقولها. تعملي حاجتك بايدك، اي حاجة مقطوعة تعمليها، اي حاجة بتاعت ابنك مقطوعة تعمليها، مفيش مشكلة خالص اهو. تشتري بس خيط نوعه حلو من عند الخردوات بتاع مستلزمات الخياطة، موجود طبعا في كل مكان. تقولوا له انا عايزة خيط نوعه حلو اهو. خيط بيبقى جامد جدا زي ما انتوا شايفين كده اهو، بيبقى حلو ونوعه حلو اهو. انا بجيب منه على طول، مش عارفه اسمه ايه بصراحه نوعه لان عندي بقاله فتره اهو. فبجيب بقى ايه، بجيب كل الالوان عشان تنفعني بعد كده. عامله علبه للخيط اهو، حتى فيها الخيط بتاعي كله عشان ما ايه ما يتطربش. ده سر، ده السر بتاع المكنه ده، انا كان عندي جايباه اصلا للمكنه. وادي الخيط بتاعنا. بصي عندي كل الالوان، حطها في علبه. اعملي كده حطيها في علبه كده عندك. بصي عندي كل الالوان اهي، اوريها لك كمان اهي. زرار عندك حطيه مفيش مشكله خالص اهو. وعندي ابره بشبكها كده في الخيط عشان ما اقعدش ادور عليها. عندي لون تاني اهو، عندي البيتي اهو، عندي بامبا. الالوان ايه اللي انا بحب استعملها كتير يعني. الاسود طبعا بكرره عشان الاسود استعمله كتير. عندي بني اهو، كل ده بقى بحطه في العلبة بتاعته اهو. عندي بني، عندي بيج اهو، بقيت حتى البكرة اهو، ونوع حلو جدا. اسود تاني اهو، انا بخلي الاسود عندي كتير عشان استعمالي الاسود اكتر. ده زيتي اهو، ودي طبعا فيها حبة صغيرة. عندي حبة زراير كده طبعا مخليهم اهو. ده كانت بكرة زنطوطة كده، كانت جاية برضو مع مجموعة تانية اهي، فيها شوية خيط برضو حطيتهم مستغناش عنهم طبعا. ده بقيت زراير كانوا بتوع جاكيت طبعا مش هرميهم هحتاجهم. اي زراير عندك كده، زرار صغنون زي ده ينفع لقميص اي حاجة، ما ترموهوش خليه عندك كده. بروح حاطه كله كده في العلبة. ابرة مثلا اهي بحطها عشان ايه اهو. ادي زرار كمان اهو، زرار صغير ينفع لقميص ابنك مثلا مقطوع، بلوزة مفيهاش زرار مش لاقي، ممكن تحط الزرار الصغنونة وخلاص كده. تعلمي بقى تعملي ايه اهو. بصي علبة محكمة كده، بس كده علبة كرتون عادية خالص، علبة بتاعت موبايل بتاعت والله مش فاكرة حتى دي كانت بتاعت ايه. المهم ان تبقى مقفولة حلو ما تدخلهاش تراب ولا اي حاجة، يبقى الخيط عندي نوعه نضيف
نبتدي بقى نخيط بقى ايه اكياس الخداديات بتاعتنا. وبعد ما اخلصهم هوريكم بقى ايه المنظر بتاع الملايات اللي مقطوعة اللي كانت عندنا، وخدت الحتت اللي هي الجامدة فيها اللي مفيهاش قطع. طبعا ملايات كتير عندك من النص كده بتدوب من فرق الاولاد على السرير بتاع، طبعا ليها عمر. فخسارة ان احنا بتبقى الطروف بتاعتها طرف الملاية بيبقى ايه سليم من الناحية دي ومن الناحية دي ومن الناحية التانية برضو من الاربع جهات. فبضطر ان انا ايه اخد الحتة اللي في النص اشيلها استعمليها بقى للمطبخ، استعمليها لأي حاجة تانية انت عايزاها. والحتت الاطراف العرض والطول اخدها واعملها اكياس خدادية زي ما انتوا شايفين كده. وهعمل الاكياس وهوريها لكم بعد ما نخلصها. اوريكم الاكياس بعد ما خلصت تبقى تحفة. بصوا كده نسمي بالله، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. عملنا كده كام كيس محترمين كده من الملايات القديمة اللي عندنا زي ما انتوا شايفين كده. هوريها لكم اهو، ده اخر كيس اهو، كنت لسه بعمل فيه الابرة لسه فيه اهي، شايفين لسه بشطف فيه اهو. ده اول كيس، الباقي بقى كله خلص واتقفل. بص نسمي كده بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اول واحد، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي التاني شايفين اهو، ادي التالت، ادي الرابع، ادي الخامس شايفين. بصوا ادي السادس، ادي السابع. بصوا كم واحد ما شاء الله اهو، شايفين اهو. نعمله لكم كده تاني عشان تبقى ايه الصورة واضحة معانا اهو. ادي واحد، نجيب التاني عليه كده اهو عشان يبقى باين ده من ده. ونجيب واحد كمان اهو شايفين. وادي واحد كمان زي ما قلنا، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، ادي خمسة اهم شايفين اهو، خمسة، ادي ستة اهو، ادي سبعة. سبعة اكياس ما شاء الله من كل ايه الملايات اللي هي ايه اللي كانت خلاص استوت عندي خلاص. اتهرت كده من الحته اللي في النص او اتقطعت زي اللي انا وريتها لكم قبل كده. وده ايه طلعت منها كام كيس زي ما قلت لكم اهو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. لو عندك اكتر اعملي، وممكن الملاية تطلع كيسين وتلاتة، بس انا حبيت اوريكم تشكيلة اشكال من كل الملايات. انا ما برميش حاجة، يعني ملاية عندي زي كده بستغلها واعملها اكياس خداديات. طبعا اكياس الخداديات دلوقتي في الزمن ده زي ما انتوا عارفين كده، دلوقتي ما بقاش حد يستعمل ايه المخدات الطويلة، بقى كله دلوقتي بيستعمل الخداديات. كل واحد بياخد خداديته تحت دماغه وبيبقى اريح ما تبقى خدية مخدة طويلة. بقت كله دلوقتي خداديات، كل السراير دلوقتي اللي طالعة جديدة كلها خداديات. فنستغل بقى ونعمل خداديات، اكياس خداديات من الملايات اللي عندنا القديمة زي ما شفتوا كده المنظر ده. واعملوا كده وما ترميش ملاياتك تاني ومتقوليش خلاص دي بقت اترمت خلاص هنرميها بقى، اعملها حتت، اعملها مش عارفة ايه، ارميها في اعملها حتت المطبخ اي حاجة يعني. ممكن برضه هتستغليها برضه تاخدي الحتت اللي هي الدايبة شوية نعملها حتت للمطبخ، ونعمل الباقي الحتت السليمة اللي ماسكة نفسها زي ما انت شايفة كده. شايفين مفيهاش اي حاجة ولا مقطوعة ولا فيها اي حاجة. دي ناخدها نعملها ايه زي ما انتوا شايفين كده، نعملها خداديات تبقى جميلة عندنا ونستعملها للسراير كلها لولادك بقى وما تحاوليش تعملي خدادية واسعة. الخدادية الواسعة بتتخلع، الكيس بتاعها بيتخلع بسرعة
من الخدادية، لكن ما نعملها يا دوب على قد الخدادية بالظبط، والطول يبقى اطول شوية، فايه تبقى مريحة معاكي، ما تبرمش في المخدة او تتخلع من الخدادية، فهتبقى ماسكة نفسها. ما تعمليهاش واسعة، تعمليها على قد الخدادية. خلاص يا حبايبي، ايه رأيكم في المنظر الجميل ده؟ يلا تنفذوا بقى وادعولي، واللي مشتركش في القناة يشترك زي ما قلت لكم قبل كده، وعايزاكم تشجعوني وانا بعمل لكم حاجات جديدة اهو. يعني سيبنا النهاردة من موضوع الاكل ودخلنا في موضوع ايه، الحاجات المنزلية اللي لازم نستغلها. خلاص، واقول لكم ايه زي ما قلت كده، اللي مشتركش في القناة يشترك ويدوس على زر الجرس، على كلمة الكل، عشان يوصل لك كل جديد. وطبعا احلى لايك بقى من حبايبي متابعيني، احلى متابعين في الدنيا طبعا، اللي بيشجعوني على طول. واقول لكم بقى على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.